صباح الفل عليكم يا جماعة. أنا عندي سؤال محيرني وقلت أخد رأيكم فيه. هو إحنا ليه يا جماعة حاصرين الحب إنه ما بين الولد والبنت بس؟ ما في أشكال كتير يا جماعة للحب. يعني أنا دلوقتي راضي ذمتك، شوية الجمبري الباتر فلاي الغرقان زبدة ده مش حب؟ طب شوية الجمبري المقلي المقرمش الحرش ده مش حب؟ طب بلاش، عندي ليك سؤال يا معلم ورد عليا بصراحة. وانت مخنوق، في حد ممكن يبقى احن عليك من الاستاكوزا دي المبطرخه المشويه في الزبده؟ تخيل انت استاكوزا مبطرخه ومشويه في الزبده، في احن من كده في الدنيا؟ طب انت يا اللي بتسمعيني انا راضي ذمتك، السمكه السنجاري اللي محشيه جمبري وسبيط وبطارخ دي ممكن في يوم تنكد عليكي وتقولك مثلا لبسك مش عاجبني غيريه وتنهمك زعلانه؟ يا جماعه، هو في صاحب في الدنيا دي كلها اجدع من صوابع البطارخ دي اللي مشويه في الزبده، اللي لو رحت لها في يوم كده وانت مخنوق تحس انها بتطبطب عليك كده وتقول لك معلش ما تزعلش يا صاحبي انا جنبك ما تخافش؟ يا جماعه حد يرد عليا، يا جماعه حد يرد عليا ويقول لي حب ايه اللي في الدنيا دي كلها اللي ممكن يعدي حبك لشويه الجمبري المقلي المقرمش الحرش ده؟ وحد يقول لي يا جماعة مين بنت في الدنيا دي كلها ممكن جمالها يعدي جمال السمكة السنجاري المشوية في الفرن دي؟ حد يفهمني يا جماعة. ولا البتنجان اللي هو تحس ان صاحبك الجدع ابن البلد اللي لو قعدت في مشكلة بتلاقيه اول واحد في ظهرك؟ يا جماعة الاكل يا جماعة، السمك، الجمبري، الصبيط، الاستاكوزا، الكابوريا، يا جماعة هو ده الحب. سيبوكوا يا جماعة من الحب بتاع الأفلام وكده ده. ارفع سماعة التليفون دلوقتي على شوية السمك واعمل اوردر حب. بص، انت هتطلب تقول له عايز 2 كيلو حب، مش 2 كيلو سمك. تمام؟ وانسى كل حاجة، وانسى هموم الدنيا كلها. صباح الفل عليك.